اهلا بيكم، معاكم رانيا الصغير. النهارده هقول لكم ازاي نقدر نعمل ديكوباج بالانك جت فوتوز او الصور اللي مطبوعه طباعه الوان عاديه. متعارف عليه او منتشر قوي الفتره دي ان احنا ما ينفعش نعمل ديكوباج بالصور الالوان العاديه او الصور المطبوعه طباعه عاديه في اي مكتبه. وده مش صحيح. ليه؟ لان احنا ممكن نشتغل باي نوع ورق، باي نوع طباعة نقدر نشتغل عليها، بس المهم طريقة التطبيق ازاي تتعمل. اولا دي ورقة مطبوعة طباعة عادية خالص، طباعة بيسموها انك جت، اللي هي من اي مكتبة تطبع. عندك من برينتر في البيت هنطبعها في البيت. طباعة عادية خالص، مش طباعة ليزر، والورقة بنفس سمكتها اللي هي السمك العادي. بجيب الموت بادج وبحط بالفرشة في ظهر الورقة. وبحط الموت بادج من نص الورقة لبره، من نص الورقة لبره، لحد ما بفردها ما بيبقاش فيها اي رينكلز خالص. وشغلي كله بيبقى من الظهر. وبحط بقلب الصورة بالشكل اللي انتوا شفتوه على السطح. انا ما حطيتش اي حاجة على السطح غير الجاسو، والجاسو كان نشف. يعني اسست السطح بتاعي الاول، بعدين جبت الورقة حطيت في ظهرها الموت بادج بالفرشة، وبعدين حطيتها على السطح بتاعي وتأكدت ان كل البابلز ومفيش اي هوا خالص في الورقة. وما حطيتش اي طبقة اي حاجة على الورقة وهي مبلولة. لما الورقة بتنشف بصنفرها، وبعدين ممكن احط ورنيش. يفضل انا بحب يعني استخدم ورنيش سبراي علشان يثبت درجة اللون. لو انا ما عنديش ورنيش سبراي عشان اثبت الالوان بتاعتي وخايفة انها تسيل، وغالبا هتسيل لو استخدمنا فرشة، فالافضل لما نيجي نحط طبقة حماية على الصورة اللي هي مطبوعة انك جيت بستخدم رول ورق اللي هو السفنج رول، بحطه في الورنيش المائي بتاعي عادي. وبعدين بستخدم الرول ان انا بدي طبقة حماية على السطح بتاعي، او ممكن احط مات بادج بعد ما السطح بتاعي ينشف برضو بالرول اللي هي السفنجة الرول. او لو ما عنديش الرول ممكن سفنجة عادية، بس مفضلش رايحة جاية على نفس المكان، يعني المكان اللي امشي عليه بالرول بالموت بادج او الورنيش مفضلش رايحة عليه كذا مرة علشان الالوان ما تسيلش. وزي ما انتوا شايفين الورقة مفيش الوان سايلة خالص. وبعدين مشيت الخطوات بتاعتي عادي خالص. لونت البوكس بتاعي من جوه بلون اخضر، وبعدين حطيت ادهيسيف سايز او اللي هو الميسيون. وبعد ما نشف النوع اللي انا مستخدماه بينشف بعدها او بيقعد، بسيبه كام ساعة لحد ما بينشف، وبعدين بحط ورق الدهب زي ما انتوا شايفين دلوقتي. ولازم زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي هو كان خاص بكل ما يخص ورق الذهب ورق الفضة، انا كنت شارحه الموضوع ده بالتفصيل، ان الادهيسيف سايز او الميسيون او الميكسيون او اللي هو اللزق بتاع او الخاص بورق الذهب او ورق الفضة، اللزق ده لازم تقروا عليه هو بيستخدم ازاي، علشان في انواع اول ما بحطها لازم بحط بعدها على طول ورق الذهب او ورق الفضة، وفي انواع لازم بتتساب فترة معينة عدد ساعات معينة وبعدين بحط ورق الفضة او ورق الذهب. وبعدين بشيل الزيادة بتاعت ورق الفضة ورق الذهب بفرشة سوفت خالص، فرشة تكون ناعمة. دلوقتي دي ستامب او ختامة بيسموها يعني ترجمتها ختامة. دي ستامب هسيب لكم في اللينك بتاع المكان اللي انا اشتريته منه. هي المفروض ليها نوع انك معين بتستخدم بيه، بس انا استخدمت الوان اكريليك عادية خالص. حطيت لون اكريليك في مكان خارجي كده، ووزعته بالسبونج او بسفنجة، وبعدين حطيته على طرف الستامب بتاعتي. المفروض الستامب دي او الختامة دي المفروض بتتنضف في ساعتها بوايبس او بقطعة قماش قطن. زي ما انتوا شايفين نضفتها في ساعتها، ما بتتسبش تنشف، تتنضف في ساعتها بعد الاستخدام بوايبس يا اما بقطعة قماش مبلولة. انا حبيت ان انا افرنش او ادي طبقة الحماية بتاعتي بالاكوا ستون. وانا بالنسبة لي بصراحة بحبه جدا، بالذات مع ورق الذهب او ورق الفضة.
لاني بحس ان هو بيديله درجة لمعان اكبر. ده في حالة لو انا مش عايزة الستايل او مش عايزة الايفكت بتاعي ينطفي. يعني لو انا عايزة الايفكت بتاع ورق الذهب ورق الفضة يفضل لامع، يا اما استخدم اللي هو السولفنت بيست فارنش اللي هو الورنيش ذو الاساس الزيتي، وده هو ده الاصح مع الورق الذهب ورق الفضة. بس انا هنا كان الالوان اللي عندي كان فيها جزء في لون من الالوان اللي انا استخدمتها كان تشوك بينت، فحبيت ان انا استخدم اكوا ستون فارنش مش سولفنت بيست او مش ورنيش ذو اساس زيتي. حبيت استخدم ورنيش ذو اساس مائي اللي هو الاكوا ستون فارنش. وكالعادة طبعا اللي متابعيني فيكو عارفين ان انا بحب ارش الالوان بشكل عشوائي. رشيت شوية الوان لون ابيض من جوه ومن بره، وعلى الكفر بتاع البوكس بتاعي رشيت شوية لون اخضر، ودي عادة للأسف انا مش عارفة ابطلها بصراحة، بس انا بحب الايفكت ده في القطع بتاعتي. وحابة اضيف بس نقطة ان مش اي حد بيحب الايفكت ده، فخدوا بالكم انتوا لو انتوا هتتعاملوا مع كاستمر معين شوفوا الاذواق هتناسب الطريقة دي ولا لا. شكرا لكم، شكرا على متابعتكم وتعليقاتكم الجميلة. كانت معاكم رانيا الصغير. أتمنى أن يكون فيديو النهاردة كان لطيف وظريف وخفيف. مع السلامة.